سلام الله عليكم أجمعين أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الإخبارية التي احتجتم أن توافيكم بالجديد يوميا. كما تعلمون في هذه الأيام أقوم بنشر صور من المقابر، صور حقيقية وليست مفبركة مثل ما علق البعض. وهناك من يقول بأن الصور غير واضحة. نعم، الصور غير واضحة، وفي هذه الحالة وجدت وما عليكم إلا توضيحها وتقريبها. أنشر هذه الصور والدهشة لم تترك لي ولو للحظة. لهذا الحد وصل الحقد والغل والحسد في قلوب من يدعون الإسلام. هؤلاء من يصلون ويصومون ويزكون. يصل بكم الحسد أن تسحروا شخصا ورضيعا لا ذنب له في هذه الحياة، وأن تسحروا عائلات بأكملها مستعملين الإبر والصور والدم والطلاسم والشعر والدماء. وكما نعلم أن سحر الدماء من أخطر الأسحار، وهو من الأسحار التي تودي بصاحبها إلى الموت. ونعلم كثيرا وأيضا أن الأسحار تصيب الشخص المسحور بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم. ولكن عند الله عز وجل تلتقي الخصوم، وهناك تقفون بين يدي الله عز وجل، ولكم أن تتخيلوا هول المنظر. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص سواء كان شابا أو فتاة ممن يقصدون السحرة والمشعوذين لإيذاء غيرهم. وحقا إن السحر يكون من أقرب المقربين إليك، فاحذروا قدر الإمكان. في آخر الفيديو كالعادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس المشاهدة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديدنا كل يوم. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، أحبكم في الله، إلى اللقاء.